مين فينا مش بتشتكي من تنظيف دورق الخلاط بعد ما تعملي فيه مثلا كيك؟ طبعا بيبقى فيه بيض وفيه مادة دهنية وفيه لبن، وبيبقى متعب جدا في تنظيفه، وممكن يعورك عشان السكينة بتاعته. هنضفه بأسهل طريقة، مش هتاخد منك دقيقتين على بعض. نص الدورق كده مية عادية من الحنفية، وعليها شوية صابون سايل، وعليها حوالي معلقتين 3 خل، وتضربيه بالشكل ده لمدة دقيقة واحدة بس. وبعدين تحت الحنفية هتشطفيه حلو جدا. الصابون السائل طبعا بينظف من اي دهون فيه، والخل بيشيل ريحة اي زفارة للبيض. بتشطفيه كويس، مش هتشمي فيه اي ريحة، وهتلاقيه زي الفل معاكي، ولا كأنك عملتي فيه حاجة.